بص يا حبايب قلبي بقى، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل لفة جلاش، لفة جلاش بجوز الهند. حطينا حتة سمنة في قعر الصينية، وعشان انا كنت شايلاها في الفريزر فهي مش مستحملة، فانا حطاها وهتني كده هعملها كده بطريقة اتني جزء جزء كده، ورقة ورقة كده بتنيها، واعمل التانية كده برضو عليها، واللي بعدها برضو كده، برضو ورقة ورقة كده اهو. ريحة السمنة البلدي حلوة قوي قوي اهي، ورقة ورقة كده، عشان هي مش مستحملة، عشان كانت في الفريزر مش مستحملة. هنحط بقى الجزء ده جوز هند، ولسه هنخش على الجزء التاني. دي يا بنات لو طلعت معاكوا كده من الفريزر ما تشيلوش هم، حتى لو قطعتوها خالص وعملتوها حتت برضو ما تشيلوهاش هم، كل حاجه بتتحل. احنا بنعمل كده اهو، احنا عملنا الجزء النص ده اهو، حطينا له جوز هند. هنفرد بقى ورقه ورقه كده، ونفرد التانية برضو نفس القصه برضو. هنيجي بقى الجزء التاني اهو، الجزء التاني هنتنيه اهو، هنعمله زي الاولاني بالظبط عشان ما اطولش عليكم. زي اللي عملنا نص التاني هنعمل التاني عشان ما اطولش عليكم. اهي قطعتها وحطيتها على وشها معلقه سمنه. ما تخافوش من السمنه، لو طلعت كتيره معاكم يا بنات بنصفيها في الاخر. هندخلها الفرن بقى. الشربات اللي انا عاملاه حاطه كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه على عصره ليمونه، او لو عندكم ملح ليمون حطوا على طرف المعلقه كده. السكر ده حسب ما انتوا بتحبوا بقى، بتحبوه سكر زياده، بتحبوه كده براحتكم. الجلاش في الفرن اهو، عاملاه على قد على 180. الشربات اهو، وحطاله في قلب الشربات حته سمنه بلدي. سامعين الطشه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الريحه، حلوه قوي قوي قوي. يطلع معاكم مكسر من الفريزر يا بنات، ما تخافوش، قطعوه حتت حتت بالمقص واعملوها صينيه، ولا يهمنا. الله، بص على الجمال، حلوه قوي قوي قوي، وريحتها تجنن. لو وصلتوا لحد هنا متنسوناش باللايك والشير واشتراك في القناه. يرحمك الله. بنتي بتعطس، لازم اقول لها يرحمك الله.